السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل فطير الشرقية بطريقة سهلة وبسيطة جدا. معانا كيلو دقيق، معانا نص لتر مية، نحط عليهم 3 معالق سكر وندوب السكر كده في المية. هننزل بقى بالدقيق في العجان معانا، او ممكن نعجنه بايدينا عادي خالص، ونحط ذرة ملح. هننزل بالمية واحدة واحدة لحد ما العجينة تلم معايا. هي خدت 450 لتر ميه، طبعا حسب نوع كميه الدقيق، حسب نوع الدقيق يعني عندك بيشرب السوائل ولا لا، كل النوع دي بيختلف عن التاني. هنقلبها بقى، نعجنها بقى كده كويس، نفضل نعجن فيها لحد ما تبقى معانا كده طريه، ومش مش يعني مش ناشفه، ومش بتمط يعني مش بتلزق معانا. نسيبها بقى ترتاح، ونكورها كور ونسيبها ترتاح كده، ونسيبها بقى بعد ما ترتاح معانا، ناخد كوره كوره كده ندهن، يعني نجيب صينيه ندهن فيها زيت ونكورها معانا ونسيبها ترتاح. بعد ما ارتاحت معانا هناخد بقى كوره كده كده ونفردها، ولو اتقطعت معاكي عادي خالص. الكوره الاولانيه دي هناخدها كده نطبقها على الفاضي، نحط في قلبها زبده او سمنه على زيت، ونقطعها كده بالسكينه من الجناب، ونقفلها على بعض. دي بتعمل توريقات ما بين الفطير. هنطبقها كده ونسيبها على جنب، ونفرد واحده تانية. انا فردت واحده تانية، وهنحط اللي احنا عملناه في النص عشان تشيل معانا الحشو. وانتوا شايفينها متقطعه معاكم ازاي. انا عملت واحده تانية وما كانتش متقطعه، بس صورتلكم اللي هي متقطعه عشان تعرفوا ان هي عادي ما بتفرقش خالص. ننزل بقى بجبنه رومي او جبنه موتزاريلا المتاح عندك، حطي اي انواع جبن. الحشو بقى براحتك، عايزه تحشي لحمه مفرومه، عايزه تحشي سوسيس، عايزه تحشي اي حاجه جبن، بس خضار بس، جبن وخضار بس، اللي انت عايزاه. الحشو ده طبعا ده اذواق وحسب راحتك انتي. هنا بقى نقفل على الفرن، نحط بقى الزيتون، وننزل عليها بشويه جبنه. يا ان شاء الله ياكل اشتراك في القناه وتفعيل جرس يوصلكوا كل جديد. متنسوش بتعليقاتكم عشان نعرف ان الفيديو عجبكم. هنقفل بقى على الفطيره كده من الجناب كده، ونشيل الزوايد اللي هي بتبقى في الطرف، دي بتبقى يعني تخينه شويه. هنقفل بقى برضو من الجنب التاني نفس الحكايه. عايزه خلاص هنعدلها معانا. انا وريتكم اللي هي مش مظبوطه قوي عشان تعرفوا ان مفيش اي مشكله معانا حتى لو اتقطعت، رغم ان عملت واحده تانية كانت سليمه. وحطيت صينيه وهندهنها بقى سمنه، بنسيبها ترتاح شويه، وبعدين نفردها معانا. بعد ما ترتاح معانا نفرد نبططها ونفردها في الصينيه. وبعد كده ندخلها على فرن حامي، يكون لو شغل من فوق ومن تحت نشغل من فوق ومن تحت، ما اشتغلش من فوق ومن تحت نشغل من تحت بس. وبعد كده نشغل الشوايه، واول ما تخرج معانا نسيبها شويه تلاقيها سادة وطرت خالص. شايفين من جوه عامله ازاي، ومورقه وطريه وطعمها حلو جدا.